شكرا كبيرة في عينين النساء. شكرا وصحة فطوركم. على كل حال هذه الفرحة متبادلة في الحقيقة. يعني نعرف بلي هذه فئة هشة، تحتاج إلى عناية خاصة، والحمد لله اليوم فيه ديناميكية على مستوى الولاية، لأخذ بعين الاعتبار كل الفئات المتواجدة، خاصة الفئات الهشة على مستوى الولاية. فيها عمل مع مصالح النشاط الاجتماعي، والنشاط الكبير اللي مد هذه الديناميكية هو النشاط الجمعوي والنشاط يعني تدخل المؤسسات الخاصة والمقاولين اللي راهم يدعموا في هذه الديناميكية. وكان العمل تاعنا هو خلق هذا الجو يعني التضامني اللي باش تتلاقى هذه الفئات العناية الكافية. شفتوا الفرحة الكبيرة لهذه النساء على كل حال اللي جايين من عدة ولايات. والمهم أن هذه العناية تبقى مستمرة كل العام، مش فقط ظرفية كما شفناها اليوم. والحمد لله بمناسبة استضافت في نصف رمضان الكريم، كانت فرحة عارمة الحمد لله. سي الوالي، شفنا باللي كاين علاقة خاصة، يعني كاين اللي تعرف ربما تعرف حالتهم. في الحقيقة عندي علاقة خاصة بهن هاد النساء بداية لأنه هو في الحقيقة هذا مركز تابع لبير خادم. وفي الحقيقة ما كانوش عاطينه أهمية، كانوا ما عارفينش حتى وجوده، والحمد لله كان ربي كان معنا، ونحن كان لنا الفضل باش نزور هذا المركز في الأيام الأولى اللي كنت تعينت على مستوى الولاية. وطبعا مع الوقت أصبحت العلاقة أكثر حميمة وأكثر من علاقة مهنية وثيقة. إذا كان حول عدد المطاعم الرحمة المنتشرة على مستوى الولاية، نظن حوالي 37 مطعم تم الترخيص له، ولكن ماهوش فقط العدد اللي هو هام، هو العدد تاع الناس اللي يتناولوا الوجبه الغذائيه. الصباح كنت في مطعم تاع شعيبه المسيرين، ونشكرهم وجزيل الشكر هم على العمل الجاد. الجمعيات توكل حوالي قريب 700 حتى 800 وجبه غذائيه، والحمد لله هذا لا باس به. رانا شفنا ثاني كذلك هذه بعض الايام المطعم اللي في قرايه اللي وكل حوالي 200 واحد، يعني العدد هائل. الحمد لله هذه هي الديناميكيه اللي بغينا نعطوها للولايه من هذا الجانب، على غرار التنميه، على غرار العمل العادي الاداري. شكرا لكم، بارك الله فيكم.